ما فيها مشكلة يعني إنه ناديهم، هو واحد هو مرتاح، مو بلازم قناعة تقدر نفرضها على الآخرين. أحيانا إذا هو مرتاح ومبسوط باسم ما يبي بابا ولا يبا، ممكن يكبر شعور إنه كبير، يبي إنه لا نادوني يقولوا لي كذا. وأحيانا يسوون بعض الناس الغير المتزوجين يطلعوا مع عيالهم، يعني لأني أنا هذولا يا أختي حركات ممكن يطالبهم برا. وممكن هو عنده مشكلة مع موضوع كلمة بابا ولا ماما ولا شيء معين، عادي. زي لما بعض الأمهات إذا كبرت بالعمر إذا قلتي لها يا خالة ولا يمه ولا أم فلان، قالت لا قولي لي فلانة، فهذا طبيعي. أحيانا ممكن هو كبير ويبي يصغر من عمره، ولا كلمة يبا تكون كبيرة ولا بابا، فلا تدققين يعني. خلاص هو مبسوط خلاص وش تبين يعني منفصل ولا إذا هو مبسوط ومرتاح كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. مو ضروري إنه حنا أقنع الناس بشيء جايز لي أنا براسي. ممكن أنت مقتنعة إنه لا لازم يسمون، ليش ما يسمونه بابا؟ ليش تقول لا؟ طيب وش دخلك يقول بابا ولا يقولون ماما ولا يقولون، حتى لو يقولون يا تيتا بيسمونه يا تيتا عادي، هو حر وياهم. طيب الله يسعدك يا رب.